خطوتين لورا الموسم الثاني هنسمع قصص حقيقية عن رحلة الوصول للحلم لناس حلموا وعفروا ووصلوا لأبعد من الحيطان. ضيوف حلقة النهاردة 3 من أكبر الأسماء في قطاع الضيافة في مصر: أيمن باكي هوسبيتاليتي، أحمد حنفي TLT Concepts، وتامر العريان سانكتم هوسبيتاليتي. ازيكم؟ النهارده حلقه جديده من خطوتين لورا، ومعانا فطاحل في مجالهم، ناس ممكن تبقوا سمعتوا عنهم وعارفين الاماكن بتاعتهم ورحتوها، ناس كتير منكم اكيد. هبتدي بايمن باكي، تامر العريان، احمد حنفي. ازيكم؟ جود. انت ايه؟ انا كويس الحمد لله، متحمس وعندي اسئله كتير وحاجات كتير، فاي هوب نعمل حلقه حلوه ومفيده وكل حاجه. سمعت انك انت مذاكر كويس. ايوه خلي بالكم. طيب برضو الناس اللي مش عارفه، ايمن باكي هو صاحب باكي هوسبيتاليتي، عنده مطاعم كتير منها ساتشي، كازوكو، لاكسيس، يمكن 5-6 مطاعم تانيين. TLT Concepts عن احمد حنفي، ليمون تري، ريتشوالز، ذا اوريجينز، لوسيدي، فيلا كوكونات، سانكتم هوسبيتاليتي، تامر العريان، ايزاكايا، مسكال، شيرينجيتو، جيجيز، وبرضه مطاعم تانية كتير. ما شاء الله عندكم يعني جروبس كبيره وفيها ريستورانتس كتيره وفيها هوسبيتاليتي، وبعتبر ان انتم من الناس اللي نقلت شكل الهوسبيتاليتي في مصر لحته تانية خالص. بنسعى. انتوا المنافسه عندكم صعبه، وكل الناس يعني زباينكم كتير موجودين في كل حته، وكل حد هيبقى بيقارن whether we like it or not، بيقول راح هنا ولا هنا احلى ولا هنا ولا بتاع. فممكن تبقى ناس فاكروكم ما بتحبوش بعض والعلاقه سيئه، وان انتوا اصلا جايين تقعدوا مع بعض على ترابيزه واحده. فهل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ما بتهيأليش يعني من ناحيتي ديفينتلي، يعني ما فيش في الكلام ده خالص. يعني انا بتشارش فيري ماتش العلاقه اللي بيننا دايما وبين بعض، وببقى فخور باي نجاح اي حد بيحققه في المجال ده، لان بجد المجال ده فيه يعني سبيس كتير قوي ان احنا نكبر فيه، وان احنا نحقق حاجات كتير قوي فيه في مصر. فيعني فده مش حقيقي يعني خالص. ايمن، انا متهيألي ده فكر بيطلعوا، اللي بيطلع الكلام ده هو الزباين نفسهم، هم اللي بيطلعوا لا ده ما بيروحش المكان ده ما بيروحش المكان ده. فهم بيخلقوا قصه بيصدقوها. وطبعا احنا مصريين بنحب طبعا ندي حقن البيبي كده، فلازم الموضوع بيتخن فبيطلع الكلام ده. بس ان جنرال احنا لما بنتقابل بنبقى حبايب. بتروح طيب عندهم في ساتشي او بتخرج في الاماكن اللي عنده ولا على طول؟ على فكره انا بروح اماكنهم اكتر من اماكني بكتير قوي يعني. اصل بالنسبه لي انا لو عايز انبسط هروح فين؟ هروح لهم، مش هروح لنفسي الاقي نفسي بشتغل وبشتكي وده وحش. بس يعني وخصوصا الاماكن بتوع ايمن واحمد، انا بخش البوابه انا طلعت بره مصر. ده حقيقي، انا في حته تانية يعني على طول فيها اول حلقه. والله العظيم ايه رايك؟ والله العظيم ده احنا لازم شغل جامد في اول حته اللي هو بقف كده واو. ايه اكتر فكره مغلوطه عند الناس عن فكره الفاين دايننج واداره المطاعم بصفه عامه؟ يعني انا بالتالي في انطباع مع الناس عامه انه ده مجال سهل، بس لكن ده مجال صعب جدا. اصل احنا بنتعامل مع 200 وضع متحرك في كل ساعه في اليوم، والناس بتنسى انه ده اعمال، ده بيزنس. يعني من الاخر هو مبني على فلوس داخله فلوس خارجه. عشان كده في نسبه فشل في المجال مرعب. من الناس يعني فاكره انها عارفه يعني ايه مطعم حلو، ففاكره انها تعرف تدير مطعم حلو. الناس لما بتخرج وبتشوف ليمون تري وبتشوفك وبتشوف ذا لافيش سايد اوف الحكايه دي، فبتبقى فاكره ان ده الانطباع العام عن الفاين دايننج. ده انطباع حقيقي ولا ده مجرد جزء من الشغلانه؟ هو ده اللي بيبقى باين يعني في الفرونت اوف هاوس للناس، وهو ده اللي احنا يعني حابين ان احنا نبقى الناس شايفاه، ان هم مش شايفين المصنع اللي شغال ورا بقى والمفرمه اللي جوه يعني. اللي هو الجزء الحقيقي والشغلانه طبعا بجد. ده الكور بتاع طبعا الشغل نفسه يعني. من غير ما يبقى عندك فريق قوي جدا في الباك اوف هاوس بتاعك، وهو اللي بيدير الموضوع ده كله، هو اللي بيشغله، انت كل اللي قدام ده ولا حاجه طبعا يعني. فاحنا عايزين نفصل بين اللي ورا واللي قدام. لو احنا عرفنا نعمل كده، وان الناس مش حاسين بكل اللي حاصل شغال جوه ده، وشايفين اكسبيرينس قدام، يبقى كده زي الفل. طبعا كان في حاجه انترستنج جدا وانا بعمل شويه ريسيرش عنكم انتوا الثلاثه، ان انتوا الثلاثه عندكم جانب كده مشترك في ان انتوا ابهات، وحاجه يمكن يوجولي لما ناس رجاله كتير بتطلع في البرامج مش بتتكلم فيها. ففكره ان انتوا ازاي قادرين توفقوا ما بين ان انتوا تبقوا ابهات وحاطين وقت لده وبتحطوا مجهود في الحته دي، وما بين شغلكم. يعني اتمنى ان انا اب كويس يعني بس
هي بتيجي مع الوقت. يعني انا عارف عن كده عن احمد وايمن، ولادنا وعائلاتنا يعني برايورتي الاولاني يعني. هي بتيجي مع ان احنا كل واحد فينا اسسنا فريق جامد جدا قادرين نعتمد عليه، صح. بنعرف نحضر الشغل وبعدين نسلمها لهم وهم بقى يجروا بيه. اي مشكله بقى نحلها بعدين. بس هي اداره وقت واداره فرق. فده اللي بيديلنا وقت ان انا اروح اودي المدرسه، اجيب من الحضانه، نروح تايكواندو، نروح تنس. البالانس ده مهم. البالانس ده مهم. انت كمان هو الفكره كلها انه محتاجه بس شويه تنظيم وسكيدجولينج. احنا عارفين انه الضغط بيبقى let's say فلنفترض من يوم الثلاث لغايه يوم السبت ده بيبقى طحن. فوي تراي as much as possible في الفتره اللي هي ساتردي ساندي ماندي لحد 2 3 نبقى متواجدين، نروح معاهم التمارين، نرجع نقعد يوم الجمعه نتغدى مع بعض قبل ما ننزل على بالليل على الاماكن تانية. هي مهلكه طبعا. النوم بيبقى قليل، فاكيد لازم يبقى في يوم تفصل بقى، تاخد بقى شويه انرجي كده، تعرف تفصل وتركز وتقرا وتعرف تصلي ربنا وتقول يا رب ارحمني وكده. بعد كده اي ثينك انه انا بنتي دلوقتي 16 لسه بحاول اسخنها بقى تخش بقى في المجال ده. عايز تعمل كده؟ هي قلقانه. بتقول لي انا مش عارف ادير الحاجات دي. قلت لها لا هتعرفي، يعني احنا اتعلمناها بلدي، انت بقى روحي اتعلميها صح بقى. صح. صح. على فكره الدور الاب انت مع بناتك النهارده، هل برضو فكره وبرضو اعتقد عند كل حد فيكم دور الاب في حياه كل حد فيكم لعب دور كبير جدا في تاسيس هو مين وانه يطلع البني ادم اللي هو بيه النهارده. فعايز اتكلم في الحته دي معاك، دور الاب في حياتك اللي كون شخصيه احمد حنفي. ده 100%، ده مفيهوش كلام. يعني انا ابويا ليه اكبر دور في حياتي، وهو دايما يعني الانسان اللي انا ببص له وببص على his acceptance على اللي انا بعمله ولا لا، his validation كده من بعيد. هو يعني في الاخر هو البوصله بتاعتي ابويا، مفيهاش كلام يعني. يس. طيب تعالوا نرجع خطوتين لورا ونتكلم عن البدايات من الاول خالص، ونحكي عن بدايات كل حد فيكم. انت لسه كنت بتحكي لي من شويه كنت في انجلترا وبعد كده كنت في الكويت وما كنتش تربي في مصر طول عمرك. صح. احكي لي على ده، وجيت مصر وانت عندك قد ايه، واحكي لي على بدات ازاي من الاول خالص. احنا جينا انا وبابا وماما واختي سنه 91 بعد حرب العراق. انا بابايا دكتور كان في الكويت وقت الحرب ده. هو كل الناس اللي كانت في الكويت خسرت كل فلوسها. ده حقيقي. هي هاد تو ستارت، يبتدي من الاول وجديد. جيفن ان هو دكتور كان ساعتها اي ثينك كان 45 سنه. كان لازم يبتدي من جديد، وانا كنت اخر سنه IGCSE واختي كانت لسه اصغر مني 6 سنين يعني. فكان امنيه حياته ان هو يدخلني الAUC. فهي هاد تو ليف اس عشان يروح يعيش في السعوديه لوحده عشان يعرف يدخلكم الجامعه الاديوكيشن ليا انا واختي. وكان ساعتها بقى في سنه 96 انه لازم تشتغل بقى في مالتي ناشونال كومباني، كوكا كولا، كليك، موبينيل، بيبسي، وات ايفر من الحاجات دي. فشلت، انا ما عرفتش اجيب حاجه. اشتغلت في اوراسكوم في الاخر في الجونه. بس اون ذا سايد بقى كنت بحاول اعمل شويه فلوس من هنا وشويه فلوس من هنا. بقى هاسل. الفتره من بعد ما اتخرجت انا اشتغلت 4 سنين في اوراسكوم. كنت ماسك ماركتنج اكزيكتيف للجونه. مديري اتنقل راح سوني ميوزك، فرحت مع سوني ميوزك قعدت سنتين. جورينج بقى ال6 سنين دول على جنب كنت بعمل بقى سمول بارتيز من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عشان اعرف اعيش. زهقت after 6 years. فقلت لا انا عايز حاجه ستيبل. فسبت سوني ميوزك وفتحت وايت. دخلت في الشراكه مع ناس، وبصراحه it was badly planned وفشلنا. فبعد سنه المكان قفل. بس هنا الحته دي اللي ممكن اقول لك ابتديت اتعلم من غلطاتي. كده بقول احنا اتعلمناها بلدي. صح. انه احنا داخلين مش مجالنا، عايز اخش المجال ده، مش مدروسه، مش محفوظه، محدش عملها قبل كده. فما فيش بنش مارك. فيو هاف تو جو ان شمر يلا we're going to do it. فطلعنا من 2002 عملنا وايت عجمي 2003. طبعا كنا 2003 20 سنه. 2003. بس يعني كل الذكريات من وايت العجمي عايز اقول لك ان هو يعني حاجه كان سابق وقته، حاجه مختلفه وجديده تماما عن كان موجود. ما انا اي هاد ايديا بس والامبلمنتيشن عدت لانه بس الصيف كله مهيص وبتاع الكلام ده. فاتوز اوكي. فعدت رجعت دخلت شريك في اوبرجين، فغيرنا الديكوريشن والمكان اشتغل
for 5 years. وبعد كده وانا في اوبرجين بتوع ازاديه كلموني من دبي، قالوا لي احنا اوبننج فيرجن ميجا ستور and we want you to be the marketing director. فتحت انا سيتي ستارز، فيرجن ميجا ستور سيتي ستارز كماركتنج مانجر، وقعدت معاهم 2 سنين واتخنقت. فواضح ان انا الحته التوليرنس اوف being an employee مش موجوده. بتخنق وما بحبش الروتين، ف I want to get out. فخرجت من القصه دي، وبعد كده قابلت شركاتي اللي في تامراي، جالنا opportunity في 2008 ان احنا نفتح تامراي. خلينا نقف عند تامراي هنا وهرجع لك تاني. حنفي، انت برضو الحب الحفلات والايفنتس، وانا عارف انك دروبت سنه من الجامعه عشان تروح شرم الشيخ وتفتح. ايه ده؟ ما اعرفش قصه احكي لنا البدايات حصلت ازاي من بص، الاول من وانا صغير خالص، من وانا طفل يعني، كان دايما عندي اتراكشن رهيب للمطاعم والاوتيلات يعني. مثلا كنت بخرج مع اهلي نتغدى في حته، نتعشى في حته، نخش اوتيل، اقعد ابص في تفاصيل غريبه يعني. هم حتى اللي كانوا بيحكوا لي يعني، اقلب الطبق اشوف مثلا ماركته، اشوف السكينه دي معموله فين، حاجات كده يعني. anyways يعني في الجامعه ما كنتش يعني شاطر قوي، وما كنتش مركز قوي في الجامعه. فجي opportunity كده مع فاميلي فريند يعني، عنده حاجه في شرم الشيخ، وبابايا كان very supportive وزقني وروح وبتاع. was 18 مثلا 19 حاجه كده. عملنا حفله واحده كانت حلوه جدا، خطيره وكلها جانب was really good. بعدها باسبوعين حصل 9/11 شيخ مره واحده. انت 2001 مره واحده انا قاعد في شرم الشيخ، مليانه وناس واجانب ومن كل حته في العالم وبتاع. مره واحده الناس كلها بتجري، وشنط وطيارات مبعوثه من البلاد تاخد الناس وتطلع، مره واحده بقت جوست تاون، كله رجع بلاده وبتاع وكده، والحياه بوست بس خلاص قمت راجع تاني بقى الجامعه. بس عملت ايه بعد كده؟ عملت برضو كذا حاجه. انا لما خلصت جامعه اشتغلت في الفاميلي بيزنس، بس ما كنتش حابب الموضوع خالص. كنت دايما بدور على هاو ام اي جونا جامب اوت واطلع على الحته اللي انا عايزها. وبتهيالي ان الفتره دي ساعدتني later on كتير في الشغل بتاعي، عشان a big chunk of what we do دايما هو design oriented. فكان ده موجود في كل الشغل ده مساعدني. This makes so much sense. بالظبط. عشان الفurniture وكل element في any of the concepts يعني حاجه غريبه. اقول لك ايه يا جماعه، انتوا بتلاقوا الناس دي من فين؟ ده انت ماشي اوكي. بس لا يعني احنا وصلنا لمرحله ان اخر كام بروجكت بنعمله ان كل element انت بتشوفه جوه المكان متصنع ان هاوس. هتبقى يعني مثلا 1 أو 2% من الاليمنتس اللي بتشوفها مش متصنعه ان هاوس. احكي لي ليمون تري اتولد ازاي؟ ليمون تري اتولد كان بتهيألي في 2013 بالظبط. احنا السنه دي بنسليبريت 10 سنين ليمون تري. 2013 الدنيا لا امبيريال بالظبط، في وقت اللي هو ما كانش فيه حاجه خالص بتحصل في مصر. الدنيا بعد وقت الثوره بقى، بعد الثوره مش اي حاجه خالص. قلنا طيب يلا، عندنا المكان ده روف توب لذيذ بفيو لطيف، زيرو بادجت. بديناها بقى ستيب باي ستيب يعني من ساعتها. انا عارف ان مراتك بتشتغل معاك، وان انتوا بداتوا ليمون تري مع بعض. فاحكي لنا عن ان اصعب حاجه في العالم ان انتوا تبقوا متجوزين وبتشتغلوا مع بعض. احكي لي عن حاجه زي كده عامله ازاي. بص بقى قول. صعبه جدا طبعا، صعبه قوي. وفي الاول الموضوع كان صعب يعني. صعب قوي ان انت بتفصل بين العلاقه طبعا from 9 to 5 وبعد كده you don't take it with you على البيت يعني. لو في حاجه انتوا مختلفين فيها او مش موافقين عليها، او لازم لازم هقول لها لا مش هينفع خلاص كده بتاع. مع السنين طبعا خلاص يعني we adapted على الموضوع، وبقى العلاقه very professional في اول اليوم. عرفتوا تعملوا كده؟ ظبطنا المواضيع يعني خلاص يعني. ظبطت 10 سنين بقى طبعا اكيد كانت لازم تتظبط، يا اما كنا قتلنا بعض بقى. هسأل تامر، كل العائلات بتبقى رسمه ومخططه لمستقبل ولادها وهتعمل ايه وهتروح فين و ظروف نشأتك خلتك تطلع انت من الاول عارف ان انت هتشتغل في الفاميلي بيزنس. انتوا عندكم شغل مراكب، فاحكي لي عن ده اللي انت كنت عايزه من الاول. انت كنت عارف انك هتشتغل في الحته دي ولا طلعت ازاي؟ بص، انا حكايتي ابسط من كده بكتير. انا درست بره، كنت في جامعه في كندا، وانا قلت لا مش هرجع مصر. انا عندي طموحات ان انا اعمل ماي اون بيزنس وحاجات وافلام، ويعني كنت برم. وفاكر يوم التخرج كان في 3000 واحد بيتخرجوا من نفس الدفعه، من نفس الجامعه، من نفس السمستر، كلنا في صاله كده. وال10 اسامي اللي قبليه وال10 اسامي اللي بعديه كان عندهم بقى ديستنكشنز واونرز، وانا ندهولي اسمي بس. فانا قلت انا هنافس الناس دي، مش هتحصل.
قلت لا يعني انا I'm very lucky، انا عندي حاجه جاهزه مستنياني، وبرضه ابويا طلع عينه عشان ياسسها، فحرام ان انا ما اجربش. رجعت مصر، انا فاكر هو كلمني قال لي انبسطت قال لي خلاص انت في المكتب بعد بكره. قلت له طب كريس بعد بكره. كنت لازم اتعلم كل حاجه من الاول، ومن يعني من تحت خالص. وكان باباك مديلك المساحه دي؟ لا، طريقته كانت غريبه شويه. طريقته كانت يعني اتصرف وهنتناقش وهنتكلم في كل حاجه، بس كان بيبص لي كده بيقول لي بس تبقى عارف انه من الاخر يعني اللي انا فاهم اللي انا بقوله لك ده اللي هيحصل يعني. دكتاتور يعني. لا، ديمقراطيه الحوار بس ديكتاتوريه القرار. والصراحه فهمتها. ما ينفعش عشان احنا في نفس العيله يبقى كل واحد يكون له راي ونتكلم طريقه، عشان الموضوع ممكن يشدنا بكل حته. هي في الاخر بيبقى فيه لو مش متفقين في واحد هياخد قرار وهو اللي هيلبس يعني هيتحمل المسؤوليه. يتحمل المسؤوليه. وبس قعدت 6 سنين احاول اثبت نفسي. وفي المراحل دي والجديه ان انا لازم اتعلم. يعني كنت بخش المطبخ الساعه 4 الصبح عشان احضر الفطار، كنت بخش في اوضه المكن مع جنريتورز مولدات والبروبيلرز كده عشان افهم اللي هو قلب المركب. فدي يعني اخدت بالي ان انا حبيت مهنه الضيافه والفندقه قوي. يعني انا كبرت فيها يعني كده. بس هي دي البذره اتزرعت هنا يعني. بس انا عارف ان انت خدت من حبك للضيافه في المرحله دي، خدتها تو ذا نيكست ليفل. وعارف ان انت كنت اكتشفت نفسك بعد الثوره، وكنت بتعمل لاصحابك في البيت انت ومراتك عشاء، واكتشفت نفسك في الطبخ، وبدات كده في قصه اللي خلتك تفتح بعد كده مطاعم. ده حصل بعد الثوره طبعا. 2011 مجال السياحه والنايل كروزز والفنادق دي وقفت خالص. كنا انا ومراتي كنا قاعدين في شقه صغيره في الزمالك بمطبخ مفتوح، اوبن كيتشن. في يوم ناس اصحابنا بيقولوا طب عايزين نيجي وعايزين نطبخ، فجم نزلنا سوبر ماركت سعودي اشترينا حاجات، قعدنا نطبخ. واصحابنا التانيين ما بيطبخوش قاعدين على السفره، فاكشلي اللي بيطبخوا وما بيطبخوش قاعدين في نفس الاوضه. فابتدينا نكررها كل يوم 3. وقعدنا كل يوم 3 لمده 2 سنين نعملها كده. ومن هنا بدات في مجال المطاعم. من هنا اتكعبلت في اول مطعم بتاعنا جيجي. هو اكشلي احنا كنا مع بعض فيه. انا كنت شريك فيه. كان شريك فيه والله. لا، جيجي لسه موجود وشغال كويس. شغال كويس قوي. عايز اتكلم على لحظات الفرقه في حياته وفي مشوار كل حد فيكم. لحظات فرقه قوي. انت ايه اللحظه الفرقه قوي في الكارير الطويل ده اللي حاسس ان هو ده كان مايلستون، قبلها حاجه وبعدها حاجه؟ في اول سنه بتهيألي، في اول سنه خالص، اول سنه طلعنا فيها الساحل. كانت سنه كام مثلا؟ 2014. اوكي. الساحل ساعتها انا فاكر السيزون كان 30 يوم، يعني كان رمضان بيخلص 30/7، فهو كان 30 يوم بتشاره 8. جه 1/7 فرصه جات لنا ان احنا ناخد مكان تاني كبير بقى، حاجه قويه جدا. بالظبط هو ده. ولازم نخلصه ونعمله نرسمه ونفكر في الكونسبت وننفذه ونوبريتد في 20 يوم عملنا المكان. طبعا اللي يفتح مكان في 20 يوم ولا روح بعيد. لا يعني الناس كلها اللي اشتغلت على الموضوع عملت مجهود رهيب الصراحه وكل حاجه، بس في الاخر المكان بالنسبه لنا كان فشل ذريع. فكان سهل قوي ان احنا نقوم نشد الفيشه ونقول خلاص ثانك يو فيري ماتش واحنا مش بتوع الكلام ده. او اللي احنا نقول لا احنا غلطانين ونشوف غلطاتنا فين ونعمله الكلام ده كله. وفعلا هدينا المكان، جبناه على الارض وعملناه من اول وجديد. دي من اللحظات اللي فرقت قوي مع جدا يعني فرقت معايا انا شخصيا. يعني انا كنت ممكن ابقى ديموتيفيتد جدا واقول ان انا لا يعني مش عايز العب اللعبه دي، او ان انا لا اقدر ان انا اقول ان انا غلطت واشوف عملنا ايه غلط ونحسنه ازاي ونعمله من اول وجديد ونعترف يعني ان احنا صح. بس انت فيك الحته دي قوي حتى لحد النهارده. انت ملك انك تهد المكان وتبنيه من اول وجديد ونروح الصيف اللي بعده نلاقي مكان تاني خالص او نقفل هنا ونفتح. انت بتحب الحكايه دي. دايما بنشوف ازاي نقدر نطور من نفسنا، ان احنا نخلي الناس لما تجيلنا سيزون بعد التاني تلاقي حاجه مختلفه، تلاقي حاجه رحنا لقدام، سمعنا من الناس، فاتحين تشانل على قد ما نقدر مع الناس ان احنا نتعلم من الفيدباك بتاعهم. في الاخر هم احسن. بس دي قرارات جريئه وبفلوس كتير، يعني المسؤوليه او القرار اللي انت لا في احسن بس الناس حباه كده، فهو ده. وساعات يعني بتضرب مننا ونرجع نرجع الدنيا زي ما كانت وكل حاجه ما فيش مشكله، بس على الاقل بنجرب اللي احنا دايما نطور ونجدد من نفسنا. طيب هتكلم برضو على لحظات الفارقه وانا عارف برضو المشوار الطويل اللي انت بتحكي عليه من 10 سنين قررت
تتجه وتسيب الفاميلي بيزنس شويه؟ انا ما سبتوش خالص انا عارف، بس انك تخرج من الكومفورت زون وتبتدي حاجه من اول وجديد، اللي خلتك النهارده بقيت CEO بتاع جروب عنده مطاعم مختلفه، وبقيت بتشتغل الشغلانه دي وقاعد على الترابيزه دي النهارده. في المشوار ده كله ايه اللحظات الفارقه اللي كان الكومفورت زون لما طلعت منه ووداك في حته ما كنتش متوقعها تماما؟ ايه اللي طلعني من الكومفورت زون؟ ان انا لحد الفتره دي انا كنت متعود انه في يعني ابويا وبعدين انا وبندير مع بعض، بس كان في هيراركي معينه كده. دلوقتي دخل اخويا اللي هو اخويا شريكي، بس احنا اخوات، هنروح البيت هنضرب بعض يعني كان في الموضوع ده زي ما بنقول احنا شخصيتين مختلفين بس بنكمل بعض. ده كان مايلستون ان انتوا تعرفوا مايلستون تعملوا ان ده. انا شخصيا ان انا عرفت ان انا هعرف اشتغل في ديناميك مختلفه. المايلستون التاني كان فشل. عملت اول حاجه في الساحل، كان last minute decision. خدت مكان كده في ديبلو في سيدي عبد الرحمن. كان ايه؟ ايه ده؟ المصيف. What the hell is that؟ ماشي يو ايه مصيف ده؟ كان ما اعرفوش خالص. الكلاب هاوس كانوا واخدينه شركه مصيف، بس كان كبير قوي على سيل سنتر، فقالوا عايزين يعملوا حاجه فيها F&B وكلموني وعملناها في وقت قصير جدا مشكلة مشكلة. دي مشكلة السبونتينيوس كده زي ما هو لسه قايل اهو برضه يلا 20 يوم اعمل مكان بالظبط. فده كان لحظه فرق. كان برضو لحظه فرق اللي هو لا فوق يا حبيبي. قبل ما اتكلم معاك على لحظات الفرق، عايز اتكلم على لحظات الضعف او لحظات الفرقه اللي زي ما تامر بيقول ممكن تكسرك. هتكلم على تمراي مكسر الدنيا، طوابير، شهرة، نجاح، فلوس، بتتكلم في كان أحسن أو أكبر مكان خروج في مصر ساعتها. حصلت الثورة في 2011، كل حاجة اتغيرت وحصل دروب جامد. وأنا عارف إن 2012 لحد 2014 كان في مشاكل وكان في قصص مختلفة عندك. فعايز أعرف الرحلة من تمراي لساتشي عدت عليك إزاي؟ أنا كنت عايز أعمله مطعم. أنا عايز أركز فود. فوي توك اوف للاسف على الاكل ما كانش حلو قوي. ف وي لوست مومنتم، وابتدى المكان ياخد دايركشن تاني اورجانيكلي. صح، فاهم؟ لوحده كده غير مقصود. حاجه كانت مضايقاني من جوه جدا فعلا، ما كنتش مبسوط. بس في نفس الوقت كنت حاطط جزمه في بقي لانه المكان كان ناجح. المكان ناجح. كملت فيه وقلت هكمل فيه زي ما هو كده. ابتدى يكبر. طبعا فتحنا التراس كمان كان عامل ولع الدنيا في 2000. فخلاص ام فاين. انا اتعلمت حاجات كتير قوي من قصه تمراي دي. اولا لو مآمن في حاجه معينه لازم تركز فيها انت بنفسك، ما ينفعش تسيب حد يعمل لك الشغلانه دي. يو هاف تو دو ات عشان تتاكد انك انت تعملها. ده نمبر 1. نمبر 2 الشهرة والفلوس بتغير الواحد. وعشت عيشة مش عيشتي قوي يعني كمان. يعني الفلوس اللي كنت بعملها كنت بعزقها قوي، وانا مش متربي كده اصلا. وابتديت احس انه towards بقى 2010 ابتديت احس انه something's not right. المهم جت الثورة في 2011. انا صحيت الصبح على CNN التوين تاورز كان بيتهد. الناس البلطجية اللي في المنطقة طلعوا على التوين تاورز وطلعوا على باب تمراي عايزين يخشوا عشان عارفين جوه في. فطبعا عمال اتفرج على الكلام ده على CNN. انا مش مصدق. فخلاص هعمل ايه؟ خليني قاعد في البيت قاعد بتفرج زي ما كل الناس قاعدة مخضوضة. والمكان اتقفل وقعدنا تقريبا قفلنا تقريبا 6 شهور ولا حاجه كده، 4 شهور. فالمهم اكتشفت حتى اقعد مع نفسي كده، لا مش I'm not happy. ورحت قعدت مع اسس من ال 3 different sects يعني البروتستانت والكاثوليك والأقباط. وقعدت معاهم وشرحت لهم انا بعمل ايه. في ناس عارفه وناس مش عارفه. فبقول لهم اللي انا بعمله ده غلط. انا بديهم سيت اب معين ان هم to have fun بس they're abusing the fun. فit's making me feel very bad. فقالوا لي لا يعني ما حدش اداني عقد نافع خالص، لا صح ولا غلط. في الاخر انت بتعمل شغلك. الشخص اللي بيجي
is abusing it, this is not your problem. ف decided to step down في القصة دي عشان الولاد لما يكبروا ما يبقوش حاسين إن باباهم برضو صاحب نايت لايف وكده وكلاب. فعشان تبقى شكلهم وانا ابقى داخليا مستريح اكتر. احنا بطبيعتنا كبشر لما بتعدي في ازمه قويه، انا بتكلم عن نفسي بس انا بشوف الكلام ده كتير مع ناس كتيره جدا، بتقرب من ربنا قوي. صح. فاهم قصدي؟ لان هو بيديك راحه، يعني gives you peace. فانا قربت قوي في الحته دي في الوقت ده، وحسيت انه I need to change الدايركشن اللي انا همشي فيه يعني. فطلعت دبي. كلمت واحد صاحبي في دبي وقلت له تعرفش اي حد بيفتح وعايز انفستر؟ اي حد. رحت قابلته قعدت معاه، محتاج قد ايه؟ ماشي اوكي I'll get you the funds. وانت ما تعرفش الناس عملت my due diligence بس يعني، وبعدين يعني يعني هتعرف ايه يعني؟ اعرف انه he's a very good bartender، والتاني عايش في دبي كويس قوي وبتاع. وسالت ناس في لبنان، ده واحد الناس بتشتم فيه والناس بتقول ده كويس، فبقيتش عارف تمسك ايه. فقلت I'm just gonna try my luck. المهم it went south. بعد ما الفلوس اتحولت وكل حاجه نصب عليك؟ لا هم هربوا اصلا. بس رجعت قلت خلاص مش هينفع الكلام ده، انا I'm gonna start from zero again. from zero. فاخدت قرض من البنك وابتديت من الاول. قلت انا هشتغل لوحدي ومش هشارك حد، و I'm going to do back hospitality. في الوقت اللي انا بعمل فيه back hospitality في 2013 بابا عي في السعوديه. فكنت لازم اطلع له لماما اعمل العمليه، يعني سمول كانسر كده في القولون. شال القولون، قلت له خلاص بقى you've been out for 25 years، بعيد قوي. ارجع بقى، ارجع اقعد، انا هعمل الشركه دي نعملها انا وانت، ايه رايك؟ هو مش فاهم طبعا، he doesn't understand اني افهم دي يعني. قال لي وافرض ما اشتغلتش؟ قلت له هنشوف it might work. ففي الاول في الاخر انا كنت عايز احط بس افتح مكان صغير كده ناكل الولاد ندخلهم مدرسه وبس. وده كان ساتشي. ايه اكبر درس اتعلمته؟ مش كل حاجه هتفضل زي ما هي، فبالتالي انك ما تحطش ايمانك كله على الماديات. لازم تبقى شويه برضو grounded، لازم ابقى صبور، لازم ابقى هاندز اون على الكونسبت نفسه. ما يبقاش انه خلاص لو خد يو تيرن تسيبه يروح يعني. فلازم اقف وقفه. ففي ليرنينج بروسيس كبير قوي يعني. انا عارف ان الكوفيد من الحاجات اللي عملت عندك حاجات جامده جدا. الجروب كبر قوي وعندك 400 موظف، ما مشيتش ولا حد منهم. عايزك تحكي لي عن المرحله دي، وهل كانت من اصعب القرارات واصعب المراحل في حياتك؟ كانت definitely challenging جدا، لان هي ما حدش كان شايف ان حاجه كده ممكن تحصل في يوم من الايام. يعني حاجه completely out of the blue، مره واحده العالم بيقف وانت ماشي بسرعه 300 كيلو في الساعه، ومره واحده بقى في حيطه. فانت هتعمل ايه يعني؟ هتفرمل ازاي وهتلحق ما تلبسش في الحيطه ازاي؟ صح. بس يعني انا ببص على المرحله دي دلوقتي الصراحه، وانا شايف ان هي فادتنا كتير جدا. ان هي it grounded us، فرملتنا شويه، خلتنا نبص يعني، ادتنا وقت اللي احنا نتنفس، اللي احنا نشوف احنا بنعمل ايه، نتحرك ازاي. انا I think it was great بصراحه. فعلا. على قد ما هي it was financially draining، بس عارف experience. relax. ايوه. ريفلكت. شوف اللي كنت بتعمله وشوف انت عايز تعمل ايه، واهدى كده يعني. اجري معاك. فكانت مفيده جدا يعني. ببص عليها دلوقتي فخور بالطريقه اللي احنا يعني عملنا كرايسيس مانجمنت فيها، وازاي يعني عرفنا نطلع مش بأقل خسارة يعني لسه عايشين. ومبسوط باللي هي عملته فينا في الاخر، ان هي خلتنا فعلا نهدى ونشوف ونفكر ونبص احنا عايزين نعمل ايه. لا بالعكس، كانت فتره انا يعني مهمه يعني اتمنى ما تحصلش تاني. بس ما يحصلش تاني، بس داخلين يعني يعني حاجه شبهها يعني. تامر، النجاح من وجهة نظرك هو ايه؟ لا ده سؤال صعب. اصلا انا شايف انه النجاح ده ما تدخلش فلوس في القصه. لا مش دعوه بفلوس خالص. بس النجاح ده تقييم وقتي. يعني انت
ناجح دلوقتي الوضع بيتغير بكره، انت دلوقتي بتقابل صعوبات وبعدين بعدها بكام شهر الدنيا فل. فان انا اقول انه حد عنده نجاح وانا عندي نجاح ده ماشي ممكن دلوقتي، بعدين امبارح ممكن يبقى حاجه تانية بعد كده، اللي هو يعني النجاح لحظي فعلا. لو سؤالك النجاح جاي من فين؟ من طموحات. لو انت عندك طموحات ان انت تعمل حاجه كويسه، راضي باللي انت عملته بالظروف اللي انت عملتها بيها فيها، ده يعني احساس بالنجاح. ده احساس بالنجاح. ان انت بتقول انا عملت باحسن قدرتي في الظروف اللي كانت معايا وانا مبسوط بالنتيجه. ومبسوط بالنتيجه النهارده. بكره وضع تاني. ايه اللي نجح ساتشي قوي للدرجه دي من وجهه نظرك؟ مش عارف. كنت متوقع النجاح ده؟ لا كنت وضع البلد كان مخلي الناس تخرج في نفس الاريا اللي هم صح. فيه. محدش كان بيكوميوت. فمتهيألي اللي نجح المكان ده لانه الناس ما لقيتش مطعم بره فندق ممكن يروحوا ياكلوا فيه بالكواليتي ده، بالسيرفيس ده. المكان كان حلو وصغير محندق مش كبير، ف ويل كنترولد. وي فوكسينج طبعا كتير قوي على الانجريدينتس، الاكل وطعم الاكل كل حاجه. والمزيكا كانت هاديه والناس كانت بتيجي من كل نواحي مصر يعني. ده حقيقي. فهو ده اللي خلى اي ثينك ساتشي يشتغل كويس. حسيت بايه بعد كام شهر لما ابتديت ان تشوف ان ساتشي نجح وان ده الكونسبت اللي كان في دماغك عملته ونجحت فيه بعد كذا سنه من انت مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده؟ كنت حاسس بايه ساعتها؟ كنت مبسوط جدا ان انا صممت ان انا اعمل الموضوع ده. مبسوط انه عرفت الاقي لوكيشن حلو قوي في مصر الجديده في الكوربه. كنت مبسوط قوي انه عارف اسدد ديوني يعني، بس فده كمان كان مريحني جدا طبعا. وكنت مبسوط ان بابا رجع من السعوديه وقعد معايا يعني، لانه دلوقتي قاعد مستريح يعني. بس ما كنتش شايف خالص ان انت هتكبر وهتتوسع يبقى عندك مطاعم كتير خالص كنت شايف خالص ده؟ لغايه النهارده ما كنتش عارف احنا رايحين على فين. حنفي، هسألك على احنا دلوقتي الظروف الاقتصادية، ان انت بتقدم منتج غالي، شايف المرحلة اللي جاية عاملة ازاي وهتتعامل معاها ازاي؟ ايه اللي محتاج يتغير؟ زي ما انت بتقول هي ظروف صعبة بس صعبة على الجميع اكيد. مفيش حاجة في ايدنا نعملها غير ان احنا نحاول نأدبت على قد ما نقدر. ان احنا نحاول نقدم الحاجة اللي احنا بنعملها بنفس الستاندرد، بس نبتدي نشوف طرق مختلفة، نبتدي نعتمد اكتر على منتجات محلية، نبتدي نشوف ايه الاوبشنز اللي نقدر ان احنا نبقى كرييتيف فيها، اللي احنا في الاخر نقدم حاجه كويسه وتبقى في الاخر التكلفه برضو معقوله شويه، لان زي ما انت بتقول احنا نعمل اب سكيل دايننج كلنا. فاحنا منتج غالي واحنا كوموديتي كايند اوف دلوقتي، يعني الناس بتبص عليها. فلازم نبتدي نشوف طرق تأدبت بيها باي شكل من الاشكال بيها يعني. بس ايمن، ابتديتوا تعملوا ده اوريدي؟ يعني هل المنتاليتي اتغيرت شويه او تداركتوا ان لازم نغير؟ يس اي ثينك ان احنا كلنا بنفكر في القصه دي. مش هنقعد نعيط بقى على زي ما بنقول كراي اند سبيلد ميلك يعني. ده الوضع فكر فيه. في حاجات مش قادرين نجيب الرو ماتيريال فبنشيله من على المنيو خلاص. اللي مش عارفين نجيبه بنشيله من على المنيو. واللي موجود هنا زي ما لسه كنت بقول لك وي امبروفايز اند بي كريتيف يعني. مفيش بديل غير كده، وده اللي لازم مفيش بديل يعني. ما احنا خلاص وير ذير، عندنا مسؤوليات، عندنا موظفين، عندنا ايجارات، عندنا مصاريف لازم نغطيها. وي ويل باس فيز. اتس بوتل نيك اللي احنا فيه ده، بوتل نيك هنعدي منه يعني. ما عدينا منها قبل كده. انا والله كنت لسه اخد من كلامك، قصدي احنا بقى لنا 10 سنين جيل، على قد ما كان قبل 10 سنين ما شفناش حاجه ومش عارف ايه، بس في ال10 سنين الاخرين شفنا بلاوي، شفنا كل حاجه وبتعدي يعني كل مره. لسه بنقول ناقص لنا فضائيين ينزلوا يعني. ما اللي ممكن يحصل تاني يعني. بالظبط. بس يعني الظروف دي احنا عندنا منها من 2017 يعني. في خلاص في موردين طلعوا من السوق، في حاجات ما بقتش موجوده، في حاجات بقت غاليه للدرجه انه ما بتتباعش يعني. لازم بنعدي المرحله، بنشوف المتغيرات دي نقدر نتعامل بيها ازاي، ايه البدائل، ولحد ما نلاقي اللي هيكون الوضع الاستقرار الجديد. يعني احنا دلوقتي في دربكه كده شويه، وبعدين هنستقر على حاجه جديده داخل مره، وبعدين اما بقى نوصل للاستقرار نبقى نشوف هنعمل ايه. نقعد سنتين ثلاثه وناخد على تاني. خلاص بقينا جدتنا نحست، متعودين مستنيين الضربه الجايه فين. تامر، عايز اسالك على دخول الكونسبتس اللبنانيه. دخلوا مصر وموجودين والمنافسه وعلوا المنافسه، ايه رايك في الموضوع ده؟ وهل فعلا
رفعوا البار هم كمان. هتخليني انا اقول الكلام. عايز اسمع رايك انت. بص choose your words. قوي. طبعا احنا يعني انا شخصيا بس بتاعي هم بنفس الراي، يعني بنرحب اي منافسه او اي حاجه، اي حد يخش يحيي السوق. اوكي. لو كونسبتس ومجاميع كويسه وفاهمه المجال وهيضيفوا للمجال في مصر، لا دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه بتخلي الناس تخرج اكتر، بتكبر السوق، بتخلينا احنا كلنا بنحاول نتحسن من نفسنا. ولكن ممكن يحصل، مش عارف يعني نقولها ازاي، بس ممكن يحصل ديستورشن في حاجات في السوق، بمعنى انه اما حد يخش من بره على مكان جديد لازم يبقى فاهمه. يعني مثلا يعني راح داخل على التيم وبيوعدوهم بارقام احنا عارفين مش هينفع. مش هتحصل. يعني. مش سستينبل. هو بيغربل السوق وبيبوظ، بيغربل السوق في حاجات كده، ويعني مع اللاندلوردز والايجارات والسبلاي، يعني دخلته ممكن تغير في شويه اقتصاديات كده ملهاش معنى، هتصعب علينا الدنيا، وفي الاخر ممكن كله يفشل. نتيجه ويفشل هو كمان ويمشي. في اماكن نجحت وفي اماكن غلطت الغلطه دي جامده قوي يعني. عايز اسال كل حد فيكم واتس نيكست، ايه اللي بعد كده؟ واتس نيكست هو اللي احنا نحاول نطلع بره الكومفورت زون بتاعتنا على قد ما نقدر. فواتس نيكست اللي احنا نحاول نثبت نفسنا في ماركتس بره مصر. ف this is what we're working on يعني الفترة الجاية، وبنفتح يعني في بلدين مختلفين في الفترة الجاية. بس ايمن. انا كنت ضد قصه ان احنا نطلع بره مصر، لان عندي ايمان قوي بمصر وشايف ان البوتنشال في مصر كبير. ليتلي ابتدينا نفكر برضو في الموضوع ده، لسه بندرسه. اوكي. وعندنا plans بقى for new projects in 25, 26 and 27، بس nothing near بقى. يعني 2023 dead، مفيش حاجة، كله قاعد مستني بس نعدي. بس 24 نبتدي نجس نبض، نشوف الدنيا رايحة على فين، و25 ندوس بنزين تاني. هل نفسك يبقى عندك اوتيل مثلا؟ هل دي حاجة من احلامك؟ وانت برضو عندك اوتيلات وبتحب القصة دي. احنا عندنا اوتيل اوريدي بقاله 3 سنين. في البايب لاين في 3 اوتيلات كمان اندر كونستراكشن حاليا. هل عايز ولادك يشتغلوا معاك؟ بص انا بابايا علمني حاجه، يعني انا سايب لك كل حاجه، انا مش هقول لك تعمل ايه، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. فانا همشي بنفس المنطق مع ولادك، لان انا مش هحط اي ضغط على ولا واحد من الثلاثه يقرر انه لازم يشتغل معايا. صح. بس at the end اللي احنا بنبنيه ده ليهم، مش عايزين يكملوا فاين. اللي عايز يطلع لعيب كوره، واللي عايزه تطلع فاشونيستا، والتاني عايز يطلع رسامه، I don't know. اللي عايز يشتغل انا وسهل، اللي مش عايز هو حر. اكزت حلو وخلاص. ايه من خبرتك السنين اللي فاتت دي كلها اللي هتعلمه لبناتك وتبقى عايز توصله لهم؟ برضه تاني يعملوا اللي هم عايزين، ويبقوا هم عارفين هم بالظبط عايزين يعملوا ايه، ويجربوا ويشوفوا. يعني محدش بيبقى بيطلع عارف هو عايز ايه خالص. فانا هبقى بس في ظهرهم على قد ما اقدر، بسبورت اللي هم عايزينه، وفي الاخر عايزهم يبقوا مبسوطين. من كل حد فيكم النهارده لو بتدوا نصيحه لحد بيتفرج عليكم عايز يشتغل في مجال المطاعم وفي الفاين دايننج والهوسبيتاليتي وشايفكم نماذج ناجحه جدا، فهتقولوا ايه او ايه النصيحه اللي هتديها له؟ ما يستعجلش، دي اول حاجه. ياخدوا الموضوع من اوله خالص، من تحت خالص. مش لازم ان هو انا عايز ابقى عندي ريستورانت وانا ابقى الاونر بتاعه وانا اللي اعمل وانا from day one خالص. زي ما ايمن قال احنا اتعلمناها بلدي. فاللي حابب يعمل الموضوع يدرسه ويخش ويعمل الدراسه بتاعته في الحته دي، لانه هتفرق معاه جامد جدا. وياخدها واحده واحده، ستيب باي ستيب. تامر. لا يعني انا موافق جدا جدا جدا، ويعني اكبر اسباب ليه انه المجال بتاعنا ده، وبالتالي انتوا هتوافقوا، يعني اما بتيجي تفتح مكان انت زي بتقول من اول يوم انت اول ان، انت صرفت، انت عملت، انت دربت، انت عملت منيو، انت يعني خلاص انت عملت كل حاجه قبل ما تعرف لو هيخش لك زبون. انت كان عندك كونسبت، كان عندك فكره، بيتهيأ لك ان السوق عايز كده، بيتهيأ لك ان الناس عايزه كده. تك 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 افتح شوف.
فلو ما خدتهاش واحده واحده، لو ما خدتش الوقت ان انت تتعلم المهنه، تقرا السوق، تفهم الناس ماشيه ازاي، تفهم يعني يكون عندك انطباع شويه، دخلت مره واحده عشان انت فاكر ان انت عارف ايه المطعم الحلو فهتعرف تفتح وتدير مطعم حلو، التعويره ممكن تبقى جامده. لازم تكون حابب المهنه ومتاكد ان انت حاببها بالشغل الواحده واحده وداخل فيها، اشتغل عند ناس تانية، اعمل تريننجز، اعمل انترنشيبس، ادرسها، يعني لازم تتاكد انه ده اللي انت عايزه. ايمن. انا هوافقهم الاثنين. الصبر patience is very very important. internships برضو مهمة جدا عشان تبقى اتليست عندك سنس انت حابه ولا هو بس عاجبك كده من جلامر، بره. يعني هو اللي عاجبه. يطلع يقول لا عاجبني او لا أنا مش بتاعتي. والمشوار الخطوة الأولانية ما تحاولش تعمل فيها جامد لوحدك. يعني خلي يبقى في حد معاك انفستر يعني. دي نقطة مهمة فعلا. طبعا. عشان التعويرة ما تبقاش كبير. ما هي دي برضو الفكرة ان شغلانتكم تعويرتها كبيرة. انت بتحط ارقام كبيرة، وزي ما انت بتقول انت بتحط الارقام وما انتش عارف هتيجي ولا مش هتيجي، ده هينجح ولا مش هينجح يعني. انا بشكركم جدا على القعدة الحلوة دي، وعلى ان انتوا كنتوا صراح واتكلمتوا وحكيتوا قصص كتير وحكايات كتير، وناس كتير قوي كانت عارفة المطاعم، بتروح المطاعم بتاعتكم بس ما تعرفكمش، وكانت فاكرة ان القصة سهلة او ان هي الموضوع ده جه بسهولة. فالحلو ان انتوا شرحتوا واتكلمتوا في المشوار وفي العقبات وفي الحيطان وفي كل حاجه وصلتكم لحد الحته دي النهارده. وزي ما بقول دايما انتوا من الناس اللي خدت الهوسبيتاليتي او الضيافه في مصر للليفل اللي احنا فيه ده النهارده. ثانك يو. شكرا ليك يعني. شكرا. سمعتوا قصص الناس اللي كانت معانا النهارده وعرفتوا ايه الحيطان والعقبات اللي كانت في سكتهم. انتوا كمان ايه الحيطان بتاعتكم وتتخطوها ازاي؟